اخواتي حبايب قلب، عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها، منورين قناه الجميله، قناه الدنيا خير. ارحب بكم جميعا وانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده يا جماعه جاي لكم بفيديو جديد وفيديو جميل وفيديو حلو قوي قوي قوي. عايزكم تسمعوه كده من كل قلبكم وتحسوه وتركزوا معايا كويس قوي في الكلام اللي احنا هنقوله في الفيديو، وتركزوا معايا في تفاصيل الفيديو، تسمعوا الفيديو معايا للاخر. لان الفيديو ده بيحكي عن حياتنا وبيحكي عن واقعنا وبيحكي عن الحياه اللي احنا عايشينها والوضع والدنيا والكلام من ده كله. فلو في حد فيكم مثلا نفسه في حاجة مش عارف يعملها، إيه، عايز يحقق حاجة معينة ومش عارف يوصل لها، الدنيا جاية عليه شوية، الظروف، كلام من ده كله، هتلاقوا معايا في الفيديو ده حاجات كتير هتفرحكم وهتبسطكم، بس لو ساعدتوني في تنفيذها. فأتمنى الفيديو يعجبكم. الفيديو عبارة عن أغنية أمير عيد، مطرب أمير عيد. طبعا الأغنية بتاعت كان لك معايا هنحللها كده مع بعض، وهنطلع من كلماتها شوية حاجات هنتكلم فيها مع بعض، ونشوف كده ايه الكلمات بتاعت الأغنية بتقول ايه، وهنحكي مع بعض شوية فيه. فلو عجبكم الفيديو أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا معايا في القناة وتنوروني وتشرفوني دايما فيها. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تدعو لإخواتنا في فلسطين. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا أمير عيد غنى يا جماعة أغاني كتير حلوة زي السكة شمال في شمال، وغنى أغاني كتير وطنية وأغاني تحفيزية وأغاني يعني إيه، أغاني جواها حلو كده وجميل، من ضمنهم الأغنية بتاع كان لك معايا اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة دي. فأمير عيد بيقول إيه في الأغنية دي بقى يا جماعة؟ أصوات كتير حلوة لكن دماغ ما فيش، بيغنوا ويطربوا لكن معاني ما تلاقيش. نجوم بعيدة عنك بتقولك إزاي تعيش، مأساتك سبوبة بياكلوا منها عيش. هو هنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم على النجوم زمايله اللي هم في الوسط الفني عامة يعني. بيقولك نجوم بعيد عنك بتقولك إزاي تعيش، إن هم أنت مش عارف الناس اللي بتغني دي هم فين ولا عايشين فين، ولا هم في أنهي بلد، ولا إيه الدنيا، الله أعلم. بتقولك إزاي تعيش، مأساتك سبوبة بياكلوا منها عيش. ركزوا معايا في الكلام عشان ايه، عايزكم تسمعوا الفيديو معايا للاخر وتحسوه وتفهموه، عشان بجد هنطلع منه حاجات كتير حلوه. اللي يقول لك احلم اتفائل ده بكره احلى، اوعى في يوم تسلم كمل بسيطه سهله. انت جامد انت تقدر، دنيا حلوه عبي غنوه، اعمل فلوس اعمل فيوز احلام وطرمخ على الكابوس. يعني الكلام تحفيزي وكلام بايه بيحفزوك وبيدوك امل وتفاؤل وفرحه. الحاجات دي حلوه ما قلناش حاجه، بس ما تبقاش ايه كلها كلام ومفيش حد بيساعد في حاجة ومفيش ايد على ايد منهم وكلام من ده كله. هيقول لك ايه، دنيا حلوة، دنيا حلوة عبي غنوة، اعمل فلوس اعمل فيوز احلم وطرمخ على الكابوس. يعني الموضوع الكلمات بتاعت الأغاني دي كلها هي كلمات عبارة عن أي أغنية في الدنيا شوية كلمات، وأي حد بيكتبها تمام، وبيطلع مثلا بيختاروا مغني بيطلع يغنيها، زي أغنية أنا ابن مصر وأنت تقدر وأغاني كتير نزلت تحفيزية وحاجات زي كده. هي حلوة ما قلناش حاجة، بس إيه، هي بالنسبة لهم هم كلها مكاسب وكلها أرباح. وما تفكرش دايما إن اللي بيغني الأغنية دي، سواء أي مغني بيغني أي أغنية، سواء بقى شعبي سواء حزين سواء رومانسي سواء أيا كان، إن هو بيبقى بيمر بالحالة اللي أنت بتحسها، لأ. هو بيغني عشان عايزك انت اللي تعيش الجو، عايزك انت اللي تسمع له، عايز يشدك انت، عارف انت فيك ايه، وبيغني وعامل لك الاغنيه دي مخصوص علشانك. فتلاقي مثلا اغاني عن الفراق، اغاني عن الحب، اغاني عن اي حاجه، اي حاجه هم عملوا لنا كل حاجه. حتى الاغاني الوطنيه ما سابوهاش، فبسم الله ما شاء الله يعني. الدنيا مليانه اغاني، لو قعدنا نسمع اغاني من هنا لبكره هتلاقي كل مغني عامل لنفسه مثلا ايه، البومات كتير قوي. الالبومات دي كلها شوية حزين شوية فرايحي شوية دلع شوية حب شوية فراق، شوية كده شوية كده شوية كده. فايه هنا أمير عيد بيقول لك ايه، بيقول لك بيبيعوا لك الهوا بيحطوا السم في الدواء، انت واحد هما سوا. انت واحد يعني مثلا ايه، انت كفرد بتشوفني دلوقتي او ايا كان انت لوحدك. حتى يا عم لو انت مثلا شغال على النت وبتعمل محتوى، برضه انت لوحدك. هما سوا، هما كتير، هما مثلا فريق كامل متكامل مع بعض، مدينة إنتاج إعلامي ملحنين ومغنيين ومش عارف إيه. فهم اتحادهم بيعمل قوة، تلاقي ملحن مع مغني مع مخرج مع منتج مع مش عارف ايه مع ايه مع ايه، بيعملوا لك حاجة جميلة، حاجة تشدك حاجة تبهرك. عشان ايه؟ عشان تتفرج، عشان ايه، تستمتع. هم في نفس الوقت كسبانين فلوس وانت عيني ايه، عايش مع الأغنية وايه، وسطلان كله في السطلان. فيقول لك ايه، بيقول لك الهوا بيحط السم في الدواء، انت واحد هم سوا، نجوم بعيد في السما.
باصين عليك من فوق جعانين شهرة فلوس وضوء، يدولك مليون أمارة وأنت تاخد بالذوق. يدولك مليون أمارة وحلول كل المشاكل، يرمولك طعم في صنارة تاكل تتشد تتاكل. في أغنية أو إعلان التوجه يا صاحبي عام، ويفوت 60 عام والعمر يجري أوام. ركز بقى، بقولك ويفوت 60 عام والعمر يجري أوام. يفضلوا يقولوا بكرة أحلى، طب يا أخي يا أخي أحلى ليه زعلان؟ هما ال60 عام دول اللي هما عمر الإنسان الطبيعي مننا، الإنسان مننا بيعيش إيه؟ هما ال60 سنة. 60 سنة بتوع 60 سنة أنت لو عشتهم ورا الأغاني وورا الأفلام وورا المسلسلات وكلام من ده كله، سواء بقى عربي أو أجنبي أو أيا كان على حسب أنت بتسمع إيه، فأنت بتضيع عمرك حرفيا. 60 سنة بتوعك هيضيعوا هباء كده ومش هتحس بيهم. وافضل احلم بقى وافضل اسمع بقى في كلامهم ويقول لك بكرة أحلى بكرة أحلى. و... وليه زعلان؟ كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. الأمل في بقهم زي اللبانة، كل حاجة اشتغالة، والحقيقة بقت رزالة، عاوزينك دايما ساجين وعقلك هو الزنزانة. زيهم زي الدبانة شغالين زن زن زن، صحوك من أحلى نومة فوق يلا احلم. اوعك تفكر أو تهتم، ما تزودهاش تلم. خليك متفائل وبلاش غم، حياتك البائسة بالنسبة لهم غذا. ياكلوا في أحلامك الجريئة المتحمسة، انت لقمة تاكل وانت ساكت. للمعرفة عشان تنجح لازم تبقى ساقط، فإنك يبقى هابط، صوتك يبقى خافت أو مش مسموع. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله. فبرضه أمير عيد إيه؟ بيقول لك إن هما بيمرهموك من الآخر، كلها أغاني مرهمة وكلها إيه؟ احلم يا عم وتفائل وانبسط. بس أنت زي ما أنت مش هتعرف تعمل حاجة، أنت لوحدك. أنا دلوقتي مثلا شغال على قناتي مثلا فيها 200 مشترك 300 مشترك أيا كان. أنا لوحدي بمنتج لوحدي بصور لوحدي. برفع الفيديو على النت، ما عنديش حد بيسوق لي، ما بعملش اعلانات ممولة زيهم، الكلام من ده كله. فتخيل بقى ايه ما يكون حد شغال لوحده مع نفسه، ولا تخيل هما بقى مثلا بمعداتهم بايه، باتحادهم بمخرجينهم بمنتجينهم بقنواتهم بكلام من ده كله. لا فهم متفوقين جدا جدا عننا. فأمير عيد يقول لك إيه، مهما ترسم على الحيطان ألف باب لسه الحيطان حيطان والرسمة باب كداب. مهما تفرش طريق آخره لامع بالأضواء، يفيد بإيه النور لما يكون سراب. مهما تحلم ومهما تقول ده أنا هعمل وهخليه وأسوي، برضه إيه طول ما أنت لوحدك، أنت لسه أنت ضعيف، أنت مفيش حد في ظهرك. يكتبوا على قبرك كان راجل طيب عاش ومات من سكات. دي كانت آخر جملة أمير عيد قالها. يكتبوا على قبرك كان راجل طيب عاش ومات من سكات، سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت. ده كده يا جماعة كان ملخص الأغنية، وحبيت أتكلم معاكم في تفاصيلها عشان نفهم كلماتها. وللعلم الأغنية ديت يعني زمايل من الوسط الفني هنا عندنا في مصر زي بشرى وزي محمد هنيدي طلعوا انتقدوا أمير عيد ذات نفسه. قالوا له يا عم انت ازاي، انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده في الأغنية، وايه الكلمات اللي انت كاتبها دي؟ لأن أمير عيد هو اللي بيكتب وهو اللي بيغني لنفسه. فما انت كمان بتغني وانت كمان بتطلع تكسب فلوس من ورا الناس وكلام من ده كله. هو اشمعنى انت يا عم، هو انت حاجة واحنا حاجة؟ ما احنا كلنا زي بعض وكلام من ده كله. طبعا مشادة ما بينهم بقى وانتقادات ما بينهم وبين بعض وردوا على بعض وكلام من ده على تويتر. وبرضه احنا ايه، ما استفدناش اي حاجة صح. انا هنا يا جماعة انا بحكي معاكم التفاصيل بتاعة الأغنية دي عشان أعرفكم إن أنا القناة بتاعتي دي قناة خيرية، وإن أنا عايز إن أنا أساعد نفسي وأساعدكم منها، وعايز إن أنا أحقق أحلام ناس كتير، وعايز إن أنا أقف مع ناس كتير، وعايز إن أنا أعمل واجب معاكم على قد ما أقدر وعلى قد ما ربنا يكرمني. فما نتحد مع بعض إحنا كمان ونعمل لنفسنا حاجة، هيبقى أحسن بكتير. بس 60 سنة بتوعنا اللي إحنا عايشينهم دول يضيعوا مننا كده في الهوا، ونبص نلاقي نفسنا عايشين ومش عايشين، عايشين ولا كأننا كنا هنا عملناش أي حاجة، ولا استفدنا بحياتنا بأي حاجة. طب فين أحلامنا إحنا؟ فين حياتنا إحنا؟ ما نقعد مقضيين عمرنا كله في أفلام ومسلسلات وأغاني وبرامج وهنا 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 ونسمع وتليفون. شوف كام قناة دلوقتي على التليفون، على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا الكلام من ده كله. شوف كام قناة أنت بتتابعها وكام فيديو بتقابله في اليوم. تقضي وقت قد إيه بتقعد تتفرج وتفر في تليفونك وتتفرج هنا وهنا وهنا وهنا. أنت عايش في متاهة يا صاحبي، سواء أنت أو أنا أو أنت أو أي حد بيتفرج عليا دلوقتي. احنا كلنا عايشين في متاهة. المستفيد الوحيد هو اللي بيعمل. المستفيد الوحيد، ركزوا معايا في الكلام، المستفيد الوحيد هو اللي بيعمل لنفسه حاجة. فأنا عن نفسي يعني أنا مش حابب إن أنا أعمل حاجة لنفسي لوحدي. لو كنت حابب إن أنا أعمل حاجة لنفسي لوحدي كان زماني
بدأت القناة دي مع نفسي وطلعت قدمت فيها أي محتوى، وكان زي ما يمشي معايا بقى إيه، زي ما تيجي معايا كانت تيجي، وما كنتش عرضت عليكم إن أنتوا تتعاونوا معايا، ولا كنت قلت لكم الكلام اللي أنا حكيته في الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت دي كلها، بس عشان أنا حابب الخير ليا، حابب الخير ليكم، ونفسي إن الخير يعم في كل مكان، نفسي بجد إن أنا أساعد الناس كلها، ما أخليش أي حد محتاج أي حاجة في أي حتة. فعشان كده بعرض عليكم إن أنتوا تتعاونوا معايا، بعرض عليكم إن أنتوا تتحدوا معايا، ساعدوني شوية لايكات على شوية تعليقات على كام شير منكم، هيحركوا الدنيا، هيحركوا الدنيا كتير، هيخلونا بجد إن إحنا نبدأ في في تحويل القناة دي من مجرد كلام لأفعال. يعني تيجي تبص يعني معلش يعني مين في الأول وفي الآخر، في الأول وفي الآخر يا جماعة، مين اللي بيعملهم نجوم ومين اللي بيعملهم مشاهير ومين اللي بيخلوهم واو أو كده يعني؟ ما إحنا، صح؟ إحنا اللي بنقعد نجري نشغل أغانيهم في كل حتة، وإحنا اللي بنقعد نجري نشوفهم نتصور معاهم، ويا فنان ويا نجم ويا مش عارف إيه، تلاقي زحمة موت على أي حد فيهم، وبنعمل لهم هيبة، وبنعمل لهم مقام عالي قوي على إيه مش عارف. إيه عادي يعني، ممثل أو مغني أو أيا كان، هو كله بيحفظ كلمتين وبيطلع يقولهم، كله بيحفظ كلمتين وبيطلع يقولهم. فاحنا بلاش ندي الأمور أكبر من حجمها، وفي نفس الوقت زي ما احنا بننجحهم وبنعملهم وبنخليهم، وربنا يرزق الكل عامة، وكل واحد برضه تعب وكل واحد برضه شطارته ومجهوده وكل حاجة فيهم، بس ما ننساش نفسنا، ما ننساش عيشتنا احنا، ما ننساش حياتنا، ما ننساش أحلامنا وأهدافنا. كم واحد فينا محتاج يحقق أهدافه وحياته ويبني حياة؟ أنا أكتر حاجة بحبها إن أنا بحب إن أنا أساعد الناس، بجد يعني أنا مش شايف نفسي في حاجة أكتر من دي أكتر حاجة أنا شايف نفسي فيها، إن أنا بحب إن أنا أساعد الناس، بحب إن أنا أقف مع الناس أساعدهم لحد ما يوصلوا لأهدافهم وأحلامهم. ولما فتحت القناة دي، كل هدفي منها إن أنا فعلا أقدر إن أنا أساعد منها أكبر عدد ممكن من الناس، أقف معاهم بقى سواء ماديا سواء معنويا سواء بالكلمة سواء بأي حاجة، اللي أقدر عليه أعمله وخلاص زي ما ربنا قدرني يعني. ولما نيجي نشوف يا جماعة مثلا مكسب أغنية ولا مكسب مسلسل، ولا أجر فنان مثلا في مسلسل، ولا أجره مثلا في أغنية، ولا أرباحه ولا كلام من ده كله، تبص تلاقي مثلا بسم الله ما شاء الله ملايين، ملايين الجنيهات، ملايين الدولارات، يا عم بلاش الجنيهات، ملايين الدولارات، ملايين الدولارات دي بمرتب ملايين برضو مننا، ومش في شهر ولا اتنين، لا في سنين. يعني ممكن 10 مليون مننا مثلا يقعدوا شغالين مثلا 10 سنين، تمام، عشان يعملوا مثلا كلهم على بعض كده مثلا 1,000,000 جنيه، 10 مليون جنيه، ده كتير. 1,000,000 جنيه صعب بالنسبة لنا، احنا ناس بساط، احنا على قد حالنا كلنا يعني، سواء أنا على قد حالي أو أي حد بيشوفني مثلا لو هو من الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة، برضه على قد حالنا. القبض اللي احنا بنقبضه أو المرتبات اللي احنا بناخدها كلها حاجات بسيطة، صح؟ محدش مننا يعني اللي هو الواو يعني اللي بيقبض 20 و30 ألف يعني في الشهر، ممكن وبرضه هتلاقيه برضه محتاج، يعني حتى اللي بيقبض 20 و30 ده هتلاقيه برضه محتاج وعايز برضه نفسه إن هو برضه يزيد عن كده شوية. ليه؟ لأن الحياة بقت محتاجة فعلا مصاريف، محتاجة مصاريف، والدنيا بقت محتاجة فعلا الفلوس البسيطة ما عادش بتعمل حاجة. الزمن بقى الجنيه والنص والربع والخمسة جنيه والعشرة جنيه ده ما عادش يأكل عيش خالص. دلوقتي انت بتروح تجيب اي حاجة بالشيء الفلاني ادفع معاك يا صاحبي، خد معاك شيء، سلام عليكم، مع السلامة عطلناش. فهنا يا جماعة أنا بقول إن إحنا مثلا مش بقول لكم إن إحنا ما نتفرجش عليهم، مش بقول لكم إن إحنا ما نشوفهمش، لا يا عم، إحنا نشوفهم ونتسلى وننبسط ونتفرج عليهم، سواء هم ولا أي حد بتحبوه، بتفرجوا عليهم وانبسطوا واعملوا كل اللي نفسكم فيه، بس في نفس الوقت شوفوني، شوفوني وأشوفكم ونشوف بعض. أنا عامل القناة دي عشانكم وعشان نفسي، ما بقولكوش إن أنا عشانكم بس، وإن أنا لا، أنا ممكن أعمل لكم أنتوا أكتر مني، تمام. أنا برضه أنا مهما كان في الأول وفي الآخر أنا أحلامي بسيطة، وأحلامي كلها هي إني أساعدكم، دي أحلامي، ده رينج أحلامي يعني، إن أنا أساعد الناس وإن أنا أبسطهم، ده أكبر طموحي في الحياة، وربنا يكرمني ويقدرني على فعل الخير، ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. فعشان خاطري، عشان خاطري يا جماعة، بلاش إن إحنا ننسى حياتنا كده،
ونسيبها تضيع مننا هباء، تمام، ونضيع عمرنا، ونهرب من مشاكلنا ونهرب من مشاكلنا ونهرب من آلامنا ونهرب من حياتنا اللي احنا عايشينها بحتة ماتش ولا حتة فيلم ولا حتة مسلسل ولا أيا كان، ولا شوية أغاني، ونسيب مشاكلنا زي ما هي. ما انت هتروح تتفرج على فيلم ساعتين هترجع هتلاقي مشكلتك زي ما هي، ما حصلش حاجة. عامل شبه اللي بيشرب، ما لا مؤاخذة معلش يعني، بيشرب سيجارتين تمام، يعمل دماغ شوية بينسى العالم ويتوه ويبقى في حتة تانية خالص، هو بيرجع يفوق يلاقي نفسه زي ما هو، ما عملتش حاجة، انت ما استفدتش بأي حاجة. ايه ضريت نفسك، قعدت ضيعت ساعتين في الهوا خلاص ورجعت مشكلتك زي ما هي. فبلاش ان احنا نكون كده. انا هنا يا جماعة، انا بقول لكم ان انا شاب مصري بسيط جدا، زي اي حد فيكم، بس عندي طموح كبير، عندي طموح ان انا اكبر القناه دي، عندي طموح وعندي امل وعندي عشم فيكم ان انتوا تقفوا معايا فيها بجد، الاقي منكم روح حلوه معايا في القناه، والاقي منكم ود، والاقي منكم تفاعل كده معايا في القناه، واي حد عنده كلمه حلوه يقولها لي، فكره حلوه يضيفها لي. مش عيب، احنا كلنا بنتعلم من بعض. انا مش بارع مثلا ولا في تمثيل ولا في غنى ولا في كوره ولا في اي حاجه عشان ان انا اطلع غيركم فيها، بس اللي انا عارفه من جوايا واللي انا حابه ان انا بحب ان انا اساعد الناس، دي اكتر حاجه انا بحبها. فاللي شايف ان هو يحط ايده في ايدي، وشايف ان هو ان احنا ممكن فعلا ان احنا نعمل حاجه ونكبر القناه دي وتبقى مصدر دخل لنا كلنا، وربنا يكرمنا يا رب ويغنينا فيها بفضله ويرزقنا فيها بالحلال، تمام. تفاعلوا معايا على القناة وشوية لايكات وشوية شيرات وحبة تعليقات، هتبص هتلاقي الدنيا هيصة. وياما بنشوف قنوات حلوة كتير جمهورها في ظهرها، وصح وصحاب القنوات دول مش مثلا ما بيتأخروش عن حد في حاجة. يعني بسم الله ما شاء الله، أنا أكتر قناة بحبها مثلا في الوطن العربي أبو فلة، كنت دايما بتابعه وبتفرج على فيديوهاته وبحبه وبحب نشاطه الخيري اللي بيعمله دايما وتفاعله مع الجمهور وكلام من ده كله. وطبعا في العالم بقى عامة قناة مستر بيست، القناة دي أكبر قناة على اليوتيوب كله، وهو شاب برضه جميل وبيعمل حاجات خيرية كتير وبيحب الناس وبيساعد الناس وبيحب الخير للكل. فدول من أكتر القناتين اللي أنا شايفهم بجد مثال إن إحنا نحتذي بيه، يعني إن إحنا فعلا ليه ما نعملش زيهم؟ ليه لأ؟ إيه إلا مش هنخسر حاجة، مش هنخسر حاجة، هنجرب. وأنا معاكم، أنا مش طبعا يعني عمري ما أقول كلام على الشاشة قدام الناس كلها وارجع فيه، ولا ان انا مثلا اصغر نفسي، ولا ان انا مثلا طالع اضحك عليكم عشان تنجحوا معايا القناه بعد كده اقول لكم ماليش دعوه بيكم. ما طبعا ما هيبقى شكلها وحش في حقي، هيبقى في حقي طبعا. فانا عمري ما اعمل كده، ولا عمري ان انا اضر بسمعتي، وانا في الاول في الاخر انا ربنا اللي هيحاسبني، تمام. بس جدعنه، والله العظيم جدعنه ورجوله من جوايا بتعامل بيها معاكم، ونفسي بجد إن إحنا نتعامل مع بعض بكل أخوية وبكل جدعنة وبكل رجولة، وهتلاقوا مني بجد كل خير، وهتلاقوني دايما عند حسن ظنكم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كلمة حلوة في التعليقات كده، تمام. عرفوا بقى حبايبكم اخواتكم اهلكم صحابكم، عرفوا بعض كده بالقناة، انتوا اللي هتكبروها معايا، انتوا اللي هتكبروها معايا، انتوا الأساس، والفضل هيرجع ليكم بعد ربنا طبعا عز وجل. فلو عجبكم الكلام بتاعي، عجبكم فكرة القناة، إيه، اشتغلوا معايا فيها كده واشتركوا، نوروني وشرفوني فيها، وبإذن الله نعمل أحلى محتوى أنا وأنتم مع بعض، ونستمتع بالقناة ونستمتع بكل حاجة فيها. وبإذن الله ما ننساش أي حد لما تيجي أرباح، مش هنتأخر عن أي حد في حاجة، والقناة لينا جميعا، تمام. أشوفكم على خير، بحبكم من كل قلبي وأتمنى تكونوا جنبي. بحبكم من كل قلبي، أشوفكم دايما على خير بإذن الله. أخوكم أكرم الشيمي، سلام عليكم.